السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. الوصفه ديال اليوم البنات غادي نشارك معكم اليوم ان شاء الله. غادي نشارك معكم وصفه باجنحه الدجاج كيجيو في الفرن، كيجيو رائعين. بقاو معنا ان شاء الله ما تمشيو فين، فرجه ممتعه. وبسم الله على بركه الله. في اول حاجه غادي نبدا انا ندير شرموله ديال الجنحين. غادي درت انا واحد الحبه صغيره ديال البصله، قطعتها هكا مباشرة في داك الطحانة. وخديت هنايا بعد الرصوص، يعني بعد الريوس ديال الثومة، تقريبا شي 4 الحبات. وكذلك هنايا عندي نصف ليم مصيرة. القزبر انا عندي ديجا مقطع. وكندير شوية الشحمة هكا اختياري، غير تعطيني ديك النكهة، يعني يعطيهم واحد النكهة اللي زوينة. صافي التوابل، درت العطرية، درت القزبر اليابس، الثوم بودرة، القزبر بودرة، ومعلقة هنايا صغيرة ديال السمن الحر، وشوية ديال الزيت. وغادي نطحنهم مزيان في الطحانة. هنا عندي هادوك هنا عندي هنايا الجنحين، غادي نقيتو مزيان في الملحة والخل. نقيتو غسلتو مزيان. وغادي ناخد واحد المول، غادي ندير فيه داك الجنحين ديالي. كندير عليهم داك التشرموله اللي درت، غادي نديرهم هكا غير من الفوق هكا. كنزيد عليهم شويه ازير راني غسلته ودرت صفيتو. هاد الازير كيعطيه واحد المذاق زوين بزاف. من بعد كندير واحد شويه قليل من الزعتر، حكيتو هكا بيديا. وغادي نشرمل هكا غير بيديا هكا، نشرمل ديك الحشوه. انا نسيت ما قلتلكمش، درت فيه حتى واحد شويه ملون غذائي، ملون اصفر، زعفران، واحد شويه صافي. هنا غادي نخليه يرتاح يتشرب ديك الترموله. نغطيه هكا بواحد السلوفان، نخلي واحد المده او ليله كامله، المهم اللي بغيتو. هنا من بعد ما خليته غادي ندوز باش هكا نخلطو هكا مع بعضيات. نخلط ديك الحشوه، راه تشرب كاع ديك الحشوه، يعني تشرب كاع داك الترموله. غادي ناخد شي مول هكا وهكا ديال الفرن. ندير في الاول هكا ليمينيو من الاسفل. غادي ندير فيه داك سوفيليزي، داك الكاع ديال الفرن سوفيليزي. صافي كندير هكا، كناخد بالحبات دوك الجنحين كنستفهم هكا كيما شفتوا في الفيديو. كنستفهم هكا في الصينيه ديالي. كنحاول نفرقهم هكا شويه مع بعضياتهم، ما نلصقهمش باش هكا يدخل فيهم الطياب. صافي كنكمل كمية كاملة اللي عندي. وغادي نزيد عليهم واحد ديك شوية شرمولة من الفوق باش هكا يتشربوا مزيان ويجيو هكا منفخين وكيجيو لذاذين هكا. صافي كنغطيه هكا كنغطيهم هكا، وكنزيد عليهم هكا الليمونيوم من الفوق، وندخلوا الفران يطيبوا على خاطرهم. الشرموله اللي بقات لي غادي ندير فيها البصله. غادي ندير واحد التغميره ديال البصله، تغميره ديال الدجاج. درت فيها واحد 2 حبات صغارين ديال البصله، شلطتهم هكا بهذا الشكل. وغادي نشرملهم بديك الترموله، غادي نديرهم هكا في الكوكوط، مباشره في الكوكوط. من بعد زدت عليهم واحد شويه د الماء في ديك الترموله اللي بقات لي في المول. درت معلقه صغيره ديال القرفه والقليل من الزبيب، نفختو في الماء. واحد ورق زيت ناموسه وواحد شويه د العطريه، وغادي نسد عليهم ديالهم. هنا من بعد ما طابت لي ديك البصله، غادي نزيد عليها تقريبا نصف كاس ديال الزيت، ما كاملاش. غادي نديرو هنا في داك التغميره ديالي، ونخليها تعسل مزيان ديك البصله. هنا من بعد ما خرجت هنايا داك الدجاج، كنتقبو كنشوف واش طايبين ولا باقين. منين تقبتهم خاصهم عاد شويه كيخرج منهم داك الماء هكا منهم. فغادي نخليهم يزيدو يكملوا واحد 5 دقائق باش يطيبوا. هنا نشوفوا كيفاش يعني ما شاء الله داروا واحد الروا، يعني خرج منهم واحد الروا بزاف. غادي نحيد منهم واحد شويه نديرو في ديك التغميره، تجي المذاق ديال التغميره بحال اللي راني طيبتو فيهم.
صافي كنسد عليهم، غادي ندخلهم الفرن يكملوا الطياب ديالهم تقريبا واحد 5 دقائق، يزيدوا شويه وصافي. وغادي ندير ديك الروا اللي حيدت، غادي نديرها في ديك البصله، ديك الدغميره اللي درت، نخليها طيب فيهم بعدا. من بعد غادي ناخذ البطاطا، غادي نقطعها على شكل هكا، غادي نقطعها بهذا السكين هذا ديال هكا كتزين وصافي. غادي نديرها فريت باش نقليها. كنقطعها بهذه، تقدروا تقطعوها عادي البنات ما كانش عندكم هاد السكين هذا، تقدروا تقطعوها عادي بطاطا عاديه تقليوها. انا فضلت ندير هكا كيعطيها واحد الشكل زوين لهاد البطاطا. صافي غادي نستمر الكميه كامله ديال البطاطا اللي عندي لكل شيء. عرفتوا هاد الدجاج كيجي رائع البنات، كيجي زوين بزاف وكيجي هكا مشرب ديك الشرموله، وكيجي بنين بزاف بزاف. الا جربتو راه غادي ما غاديش تستغناو عليه. هنايا البطاطا من بعد ما كملتها درت عليها شويه د الخل واحد شويه ديال الماء باش هكا كتحيد من هذاك النشا كامله اللي كتكون فيها. من بعد غادي نصفيها في شي شيكه. صافي هانتوما الدجاج من بعد ما طاب، راني غادي نحيد له داك من الفوق داك الليمينيوم من الفوق، وغادي نعري عليه بحال هاد الشكل هذا، نديرهم غير من التحت باش يتحمروا شويه من الفوق. غادي ندوز باش نحط ديك البطاطا في هاد الطبيسيلات هادو، في هاد الزليفات هادو من بعد ما تقلات. وشوفوا كيفاش كتكون بداك داك السيكي اللي قطعت، شوف كيفاش كتكون كتجي غزاله، كتعطيها واحد المنظر اللي غزال هكا. الوليدات كيبغيوها هكا، كتجيهم شي حاجه اللي زوينه وكيبغيو ياكلوها. صافي كنديرهم كاملين هكا في زليفات هكا. ومن بعد غادي ندير هنايا واحد شلاضه ديال مطيشه وبصله، قطعتها هكا صغيره مع البصله، ودرت لها شويه الزيت شويه الملحه وشويه الخل، وغادي نديرهم هكا في هاد الزليفات هادو. وهنا غادي ناخذ الصينيه. هنا الدجاج من بعد ما طابو، من بعد ما تحمروا، غادي نديرهم هكا في هاد الصينيه هادي. كنقدمهم بهذا الشكل هذا، كيجيو مقرمشين وفي نفس الوقت رطب من الداخل، وكيجيو اهم حاجه كيجيو بنان. البنات غير يجربوهم ان شاء الله، غادي تجربوهم غادي يعجبوكم، وغادي دائما تبقاو ديروهم ان شاء الله في الدار ديالكم ولا ديروهم للضيوف. صافي غادي نقدمهم في الطبق ديال التقديم، وكنتمنى ان الفيديو يعجبكم. وراه كيجيو بنان البنات وكيجيو مقرمشين، ونتمنى ان الوصفات تنال اعجابكم، وراه غادي تنفعكم بزاف هذا الصيف. يعني هكا كتحيروا للغداء وكتحيروا للعشاء. ايوا هذه هي وصفه سهله البنات، واهم حاجه انها بنينه تحضروها للضيوف ديالكم ولا ديروها هكا للغداء ولا العشاء. المهم غادي نحط هنايا الدغميره، ديك الدغميره اللي درت حطيتها هكا في الوسط، وغادي نزينو هكا باللوز من الفوق. المهم الا عندكم الزيتون رشوا هكا الزيتون، الخس تقدروا تفرشوا هكا في الصينيه. ودرت هكا ديك الطبيسات هكا درت فيهم المايونيز. نتمنى انهم يعجبوكم اقتراح ديال اليوم. وكيكون هذا هو الطبق ديالي ديال اليوم، طبق اقتراح الغداء ساهل وزوين بزاف. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تعجبكم، فان شاء الله غادي نبقى نشارك معكم هكا الوصفات. راكم عارفين مع الصيف ما كيقدرش بلا ما ياكل شي حاجه اللي ثقيله، كيفضل هكا شي حاجه اللي خفيفه، وغادي نبقى نشاركها معكم ان شاء الله. وشوفوا البنات كيفاش كيكونوا الجنحين، كيجيو هكا محمرين ومقرمشين. ديك القشره اللي كتكون في الفوق ديالهم كتكون مقرمشه، كيجيو محمرين وكيجيو مقرمشين، واهم حاجه انهم بنانين بزاف. ونتمنى ان الفيديو يعجبكم، فما تنساونيش باللي لايكاتكم والتعليقات اللي كيزيدوا يشجعوا، وقولوا لي ارائكم كيفاش كيكونوا، كيفاش جاكم هاد الطبق هذا. ونتمنى انه تشجعونا هكا بشي تشجيعاتكم، اللايكات والبارطاج. هكا تشجيع راه كنديروا معكم واحد المجهود اللي كبير بزاف والله اللي شاهد.
ونتمنى انكم نتوما هكا تشجعونا بشي لايكاتكم وشي تشجيعاتكم. وما نطولش عليكم البنات في الفيديو، فخليتكم على خير ومسلام عليكم وفرجة ممتعة. نتلاقاو ان شاء الله الفيديو الجاي.